صباح الخير عليكم، كي صبحتوا؟ واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير يا ربي. مرحبا بكم في ورشه جديده. اليوم راح نتعلموا مع بعض زوج انواع تاع لي تحت، يعني راح نخدموا لي فون دو تارت. راح نديروا معاكم عجينه المرمله، ونديروا عجينه السابلي، لا بات بريزي اي لا بات سابلي. اللي مهتمة تبع معايا راح نمد لكم كامل النصائح والملاحظات باش العجينة تاعكم تخرج لكم شابة، ما تهبط لكمش في ليمون. المهم عجينة هذه يعني تاع المحلات، تخرج لكم العجينة تقرمش وتشد لكم مدة طويلة في الكونجيلاتور بلا ما تفسد، يعني كيما يحبها خاطركم. وأيضا البنات نديروا عجينة تاع الشوكولا. إذا خياتي، بعد نجاح ورشة القلب اللوز الحمد لله أكثر من 60 تعليق كامل نجحوا في القلب اللوز، ولأول مرة قالوا لي نجحوا في القلب اللوز، خرجت لهم خير من تاع برا. وأيضا الحمد لله بزاف أخوات راهم يتعلموا في ديول، يعني ورشة تاع ديول راهم في القناة. درت لكم قلب اللوز غوايال، قلب اللوز محشية، وقلب اللوز في المول الأسطوري. واليوم جينا بورشة تاع لي فون دو تارت. إذا خياتي يلا نبداو على بركة الله، بسم الله. نحتاج الدعم تاعكم، جيم، اشتراك وتعليق، خاصة تعليقات يا البنات. خلوا لي تعليقات يا لو كان نقطة، ديروا لي 10 20 اللي قدرتوا. هنا خياتي عندنا 250 غرام تاع زبدة طرية. أنا درت ماني ولا ديروا ستار ولا ديروا ماما. عندي 100 غرام سكر عادي، يعني سكر حبيبات. شوفوا لهنا الزبدة تاعنا كيفاش راهي طرية، ما نخلطوا لا بالباتور لا والو. تبعوا معايا وتشوفوا لاباط بغيزي كيفاش دايره. شوفوا لهنا البنات، عندي 500 غرام فارينه. هاي ليكم. نبدا اللم في العجينه تاعي باطراف تاع الاصابع. شوفوا كيفاش راني نلم، ما تستعملوا لا الباتور لا والو. اليوم راح نتعلموا العجينه تاع الورشات، يعني تاع الدورات تاع المحلات. فهمتوا؟ على بالي بلي كاين انواع وانواع، كل وحده كيفاش راهي اخترعت العجينه تاعها في اليوتيوب، كل وحده كيفاش. بصح هنا خياتي انا مديت لكم طريقه صحيحه، يعني كما قلت لكم في ورشه تاع القلب اللوز كامل تعلمتها بدراهم، يعني هذه انا تعلمتها بدراهم. صح بالك كاين شحال من وحده تخدمها بهذه الطريقه، وكاين اللي بالك اول مره راح تخدمها بهذه الطريقه. كما راكم تشوفوا البنات كيفاش راني ندير، ندخل مليح هذيك الزبده مع الفارينه، وحنايا نحوسو لاباط تاعنا تجي تغزغز قرمشه. فهمتوا؟ لاباط بغيزي. البنات لا خميره لا ما لا والو. عندنا 250 غرام زبده طريه، عندنا 500 غرام فارينه، عندنا 100 غرام سكر حبيبات، وعندي 20 غرام صفار بيضة، يعني بيضة صفار بيضة واحدة. شوفوا خياتي ركزوا معايا، انا فرغت لكم يعني فوق بلان دو ترافاي باش تشوفوا. اللي عندها جفنه ولا حبت تدير في جفنه معليش. شوفوا خياتي كيفاش راني ندير، ما درت لا ما لا حليب لا والو، ومازال ما درتش البيض. شوفوا هاي ليك دوكا ندير هذاك صفار بيضة، يعني حوالي 20 غرام. ونبدا هكذايا، شوفوا بكف اليد فقط، ماشي بكامل اليد، غير بكف اليد. ونبدا هكايا ندير بهذه الطريقه حتى تتلمت العجينه تاعي. هنا لا راح نذوب هذيك الزبده، بصح السكر راح يبقى لي هكاك حبيبات. حنا راح نحوسوا على عجينه تغزغز، يعني كي ناكل نتحسس على هذيك، ناكل دوك اللي تحت العجينه تقرمش في فمي، ماشي هكا غير مسحها تروح. وهذا لاباط هذه يخدموا بها بزاف لي طاخ تاع القارص. شوفوا تبعوا كيفاش راني ندير، تشوفوا هاي لك اي فقط غير بكف اليد وراني نلمف هذيك العجينه حتى كي تهرب لكم. عاودوا رجعوها بهذه الطريقه، شوفوا حتى وين تتلم كشغل درنا لها الماء. شوفوا هاي ليكم، هذاك الدور تاع صفار بيضة يلعب دور الخميره. فهمتوا؟ يعني بالك ديروا الخميره، ما ديروش خميره خلاص. شوفوا كيفاش راني ندير حتى نتحصل على عجينه هكايا طريه. شفتوا العجينه تاعنا كيفاش تلمت، ما درنا لها والو. ها هنا العجينه تاعنا راهي جاهزه باش نلموها هكا، نطموها ونحطوها في كيس بلاستيكي ونخلوها. شوفوا خياتي
مثلا كاين بزاف اللي يحبوا يديروا تحضيرات قبل رمضان اسبوع ولا 15 يوم. تقدروا خياتي تخدموا هكذا عجينه كيما هذه، تخدموا زوج ولا ثلاثه، ديروهم في كيس بلاستيكي تغلفوهم مليح 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 وتحطوهم داخل الكونجيلاتور، يعني في الكونجيلاتور في المجمد. كي تحبوا تخدموا بها تجبدوها ليله مقبل هكذا. بهذه الطريقه تغلفوها مليح تحطوها داخل المجمد. فهمتوا؟ انا العجينه تاعي خدمتها، حطيتها الصباح خليتها تريح. بعد ما كملت شغلي وكامل راح نزيد نخدم معاكم العجينه الثانيه، العجينه تاع صابلي، لا بات صابلي وشوكولا كما راكم تشوفوا. ايضا عندي لهنا 250 غرام زبده طريه، دائما انا نستعمل في ماني، عندها واحد الريحه بلا ما نديرو لافاني ولا ريحه زبده ماني بزاف هايله. عندي ايضا 100 غرام سكر رطب، سكر جلاسي، وعندي ملعقة كبيرة كاكاو بني. من الأحسن استعملوا كاكاو بني ماركة بيمو، بيمو ريحته بزاف شابة. وعندي 500 غرام تاع فارينة. هاي ليكم درت كل شيء مع بعض، خلطوا كلش مع بعض. وعندي لهنايا صفار بيضة، يعني العجينة لابات بغيزي، العجينة المرملة درناها بالسكر العادي، سكر حبيبات. بصح هذه لابات صابلي درناها بسكر رطب، يعني سكر غلاسي. ودائما نلموه باطراف اطراف الاصابع. ما تستعملوش الباتور، ما تستعمليش كامل الباتور البنات، والو، خدموه غير بيديكم، لانه لابات صابلي ما تحتاجش انه نعجنوها. وما ديروا لا الماء لا حليب لا مايزينا. لهنا ضفت صفار بيضة، يعني البيضة تاعي حجم صغير، يعني نقول 18 حتى 20 غرام فقط، يعني صفار بيضة. راح نكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. شوفوا هكا نخلطوا حتى نلموا العجينه تاعنا. كاينه ملاحظه البنات، مثلا اذا شتوا العجينه تاعكم طريه طريه درتوا يعني رطل وشتوها طريه بزاف، زيدوا لها حوالي نص كاس، على خاطر كاين واحد النوعيه تاع الفارينه ما تشربش بالخف. فهمتوا؟ ديروها شويه طريه، خلوها تريح هذيك 10 دقائق ولا الفارينه هذيك تشرب. المهم اذا خلطوا لقيتوها مازال ما شربتش يعني شويه طريه، زيدوا لها غير شويه الفارينه. لهنا عينكم ميزانكم. هنايا بعد ما كملت لميت العجينه تاعي وحطيتها في كيس بلاستيكي. تقدروا ديروها داخل الثلاجه تريح ساعه ولا ساعتين، ولا تخدموها بعد 10 دقائق ولا 20 دقيقه، ولا تخدموها ليله مقبل كيما حبيتوا. هاهم ليكم العجينه تاعي، العجينه لابات بغيزي ولابات صابلي درتها لكم بالشوكولا. يلا خياتي نبداو مع بعض نخدموا في العجينه. كما راكم تشوفوا عندنا ليمول، كاين اشكال وانواع تاع ليمون وكل وحده تخدم حسب ليمون اللي عندها. ولا شوفوا كاين هاد الصغار، خاصه للدراري الصغار اللي ما يعني باش يدو حبه يكملوها ما يقيسوهاش. نجيبوا لهنا شوفوا خياتي راح نخدم معكم بهذه الطريقه. دهنوا ليمون بالزبده، شويه تاع الزبده باش يلصقوا. هنا نديروا العجينه ونبداو نضغطوا في الحواف. شوفوا خياتي ركزوا معايا كيفاش راني نحكم في العجينه. شوفوا الصباع الكبير وين راه والسبابه وين راهي، شوفوا كيفاه. ثم نقلبوا الموس بظهره ونبداو نقطعوا الحواف. شوفوا الداخل كيفاش تجي محفوره. فهمتوا؟ هنايا البنات راح نخدم معكم هاد الليمون الطوال. شوفوا لهنا خياتي حبيتوا تستعملوا نتوما سيلوفان ولا ورق الزبده تحلوا عليه العجينه، لكم الاختيار. ديروا الفارينه، رشوا الفارينه من الفوق ومن التحت، حلوا العجينه تاعكم. هاد الليمون يجوا بزاف شابين في الشكل هادو. شوفوا كيفاش دايرين، كاين كاري كاين مدورين، لكم الاختيار. هذو اذا لقيتوهم اللي ما عندهاش معليش، يعني مثلا اللي يحبوا يخدموا هكا يديروا مشاريع، ولا اللي حابه تبدل في الديكور. فهمتوا؟ شوفوا نطبع هكذايا السمك شويه حوالي نصف سنتيمتر. من بعد نديروا شرائط. كاينه ملاحظه لاباط بغيزي، يعني هاد لاباط بالذات البيضه هذه شويه وعره تتفتت. فهمتوا؟ ما تجيش معجنه. نقطع هكذا شرائط. حبيتوا تحلوهم على سيلوفان ولا على كيس بلاستيكي ولا احسن، باش ما يتكسروا لكمش، لانه العجينه هذه بزاف عشيشه تتكسر وحدها. بصح ما يهمش البنات، حطوا هذوك الشرائط هكا لداخل.
صاير داير على هذاك المول خياتي خليوه لاصق يعني على البوطاجي، ما ترفدوهش باسكو الجهه التحتانيه راهي مفتوحه، فهمتوا؟ عمروا مليح هذوك الفراغات وكامل بالعجينه، ومن تحت ديروا فارينه باش ما يلصق لكمش كي تروحوا ترفدوا. شوفوا كيفاش راني نشد، راني نعبز، شوفوا راني نعبز مع الاطراف ونطلع، وكي نشوف يعني هكا مخصوصه شويه نزيد لها العجينه، يعني بلاصه تكون هكايا فارغه ولا رقيقه نزيد لها بالعجينه. وما تكثروش، ما ديروهاش خشينه بزاف، حوالي نصف سنتيمتر هذا ما كان، ولا اقل شويه هكذايا. على قلت لكم لازم ديروا من تحت الفارينه، ضغطوها مليح، ما ديروهاش خشينه بزاف، ضغطوا الاطراف. هاي ليكم هنايا رفدوها، حكموها في يديكم ونحيو هذوك الاطراف كامل اللي من الفوق، وشوفوا البلاصه هكا اللي هكا معوجه اللي مخصوصه وكامل. هذه الحبه الاولانيه، خدمنا الحبه الثانيه. نسرع لكم شويه لا فيديو باش ما يجيش طويل بزاف بزاف بزاف، رغم انه انا نهار اللي درت الورشه هذه تخيلوا من 9 حتى ل3 باش خرجنا، يعني ما كاش حاجه سهله. وهنايا نزيد نعمر يعني ليمول واحد اخرين، عندي لهنايا اشكال وانواع تاع ليمول كما كنتوا تشوفوا. ركزوا معايا يا البنات، نديروا لداخل كويره ونبداو نضغطوا بصبعنا الكبير هكا مع الاطراف ونحيو هذوك الزوائد. العجينه ما ديروهاش رقيقه بزاف بزاف وما ديروهاش خشينه بزاف بزاف، لهنا عينكم ميزانكم. وعلى ظهر تاع الموس نحيو، شوفوا لهنا كيفاش راني نضغط لداخل باه تجيكم الحبه محفوره، ما تجيكمش هكايا يعني كي ديروا لاكخام تعمر لاكخام، وكي تقسموها ولا تاكلوا الحبه كاع تجي فيها لاكرام. فهمتوا؟ يعني ماشي تجي غير في الوسط بركم مع الطرف غير العجين، لازم تخدموا بهذه الطريقه وتحفوا الحبه تاعكم. الله الله. نكمل خياتي. بعد ما كملت عمرت كامل ليمول تاعي، نثقبهم شويه بالفرشيطه. شوفوا خياتي، رغم انه ما فيهمش الخميره كامل، بصح هذيك صفار البيض يلعب دور الخميره، ما ديروا لهمش الخميره، يعني الشكل تاعهم يهرب لكم. وهنا خياتي كي تدخلوهم للفور شعلوا عليهم من تحت، كي تشوفوهم داو اللون الوردي شعلوا عليهم من الفوق باش يحمروا لكم. الله الله، انا نحبهم باللون محمر، ما نحبهمش بيوضه. وهنا كل وحده حره، كاي تبغيهم بيوضه كاي تبغيهم محمرين كاين اللي تبغيهم شبه محروقين. كاينه ملاحظه، كي تدخلوهم للفرن راح تلقاوهم يعني داروا هكا، طلعوا يعني في الوسط. تجبدوا سنيوه، عاودوا هبطوها غير بيديكم ولا هكا بالفرشيطه، ديروا لهم غير فتوحات يخرج هذاك النفس. فهمتوا؟ صافي حتى بلا الخميره يطلعوا في الوسط. وحنا ما نديروا لهم دوكا لا لوبيا لا عدس لا حميصه، ندخلوهم هكا مباشره. شوفوا لهنا كيفاش راني نضغط، ركزوا عليا يديا، هذاك الصبع الدخلاني يضغط في العجينه باش تطلع، باش الحبه تاعنا تجي يعني الداخل محفوره مليح هكذا خياتي. المهم كي ديروهم في الكوشه تشوفوهم داروا هذيك النبوله، خرجوهم بالعقل وعاودوا ضغطوا عليهم يعاودوا يهبطوا عادي. شوفوا هذه الطريقه تاع العجينه ما يهبطوا لكم في يعني في ليمول. شوفوا لنا كيف طلعوا غير شويه فقط. نعاود هكايا ندير فتحه باش الهواء هذاك يخرج هكذايا، ونعاودوا نعبزوا عليهم غير شويه. شوفوا ما يهبطوا في ليمول وما يتخسروا لكم، ما يخسر لكم الشكل تاعهم لا والو. تبعوا هذه الوصفات، يعني والله غير هذو وصفات تاع الورشات، يعني الناس راهي تقرا فيهم بدراهم. شتو كي تروحوا عند المحلات اللي في يبيعوا ولي تحت الله الله ولي قاطو شابين تحفه، وتلقاو السعر تاع الطارت ب10,000 12,000، وتلقاو لاباط هذيك بزاف شابه وكامل هكذا يخدموهم. فهمتوا؟ المهم اللي حابه دير لها الماء وهذيك حاجتها. اما هذوك الوصفات الاقتصاديين باش تخدمي مثلا تقول لك 250 غرام 100 حبه تاع هذه، من المستحيل، من سابع المستحيلات، الا اذا زدتوا فيه الزيت، زدتوا فيها الماء، زدتوا فيها الحليب. هنا المذاق يتبدل. انا مديت لكم الورشه الاساسيه، يعني وصفه تاع الورشات. شوفوا لهنايا لي فوندو تاخت تاعنا كيفاش خرجوا شابين. شوفوا لداخل كيفاش محفورين، يعني كي ديروا لاكخام تتعمر لداخل، الشكل تاعهم متبدل. انا هذا هو اللون اللي نحبه. وهذوك تاع الشوكولا خياتي راح نشارك معكم الكريمه الغاناش باش نعمروا هذوك بذوق الشوكولا وكلش. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه.
وهنايا بعد ما يبردوا جيبوا لي بورتمونجي. انا هاد لي بورتمونجي تاع يعني جلبانه وكامل يعني جايين قصار، راح نبدلهم برك درتهم معاكم. المهم هادو خياتي لي فوندو تحت هادو فارغين يشدوا لكم 6 شهور 8 شهور يعني بلا ما يصرى لهم والو. المهم غلقوهم مليح ويعني ديروهم في الكونجيلاتور. وخياتي كاينه حاجه، كي تروحوا تعمروا لي تختلات تاعكم يعني اذا تحتاجوهم للسهره عمروهم الصباح العشيه كلوهم، ما تخلوهمش يومين 3 ايام بيسك من المستحيل يشدوا لكم. فهمتوا؟ يعني يطيحوا العجينه تاعهم طيح يعني يومين 3 ايام من المستحيل. يعني من الاحسن باش تحصلوا هذيك القرمشه في لاباط بغيزي وشاده روحها الله الله كي شغل خدمتوهم جدد، عمروهم الصباح وتناولوهم في الليل. فهمتوا؟ يعني ما تخلوهمش يومين 3 ايام، يعني كل حاجه تبدل فيها. المهم هذه اول كميه خدمتها معكم، ان شاء الله راح ندير لكم تاع لي كيش يعني العجينه المالحه تاع لي فوندو تاخت مالحين. ونوريكم كيفاش تخدموهم. شوفوا لهنا البنات راح نقسم معكم، شوفوا كيفاش يعني لاباط بغيزي اللي مخدومه بالسكر العادي ماشي لاباط صابلي. تامنوا كي تاكلوا لاباط تاعكم تغزغز في سنانكم بهذاك السكر بيسك بقى حبيبات. فهمتوا؟ يعني هذا هو يعني الذوق تاع هذه العجينه. المهم خياتي وصلنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله راح ندير لكم الكريمات ايضا. ما ننساكمش، تهلاو في روحتكم.